السلام عليكم على كل اللي بيشوفولي، اهلا بيكم في قناة بسكوتة. معاكم غادة سمير. شايفين البسكوت الجميل ده بسكوت العيد، بنعمله بالكيس زي ما الصورة كده بتتكلم. ان شاء الله يطلع معاكي احسن مني كمان. يلا بينا نشوف المقادير مع بعض. معانا زبدة بدرجة حرارة الغرفة وسكر بودرة، انا جايباه جاهز مش طحناه في البيت. هنجيب نوزن، محدش يقولي بالكوب خالص، الميزان بيطلع نتيجة مبهرة. الميزان ممتاز جدا، اتعلمنا من شيفاتنا ان الميزان احسن بكتير من الكوباية. وزنت 400 جرام سكر بودرة وحطيته في العجان. خدت برضو بالميزان 600 جرام زبدة. عايزة تحطي 500 زبدة، 100 سمنة، عايزة تحطي النص بالنص سمنة وزبدة. بس السمنة تبقى ساقعة شوية بقى عشان ما تسحش منك في العجان. نضرب ضرب كويس جدا. اول ما الزبدة والسكر يعيشوا مع بعض، هجهز معايا 6 بيضات عليهم فانيليا. شايفين اللون بتاع الزبدة والسكر بقوا حلو ازاي؟ نخلط كمان خلطة وبعد كده نبتدي نحط البيض بالتدريج. البيض انا بخفقه كده بالشوكة عشان يسهل عليا خلطه مع الزبدة والسكر، ما يقفش الزلال في مكان والصفار في مكان. دي برضو من التركات اللي بتسهل عليك الشغل. حطيته على مرتين، نخفقه خفق كويس جدا وبعد كده هنجهز المكونات الجافة معايا. اول حاجة، انا جبت كيلو دقيق، خدت منه نص كوباية على جنب، قلت احتياطي عشان لسه بجرب الدقيق، مش عارفة اذا كان هيبقى حلو ولا لا. تمام. بس برضو هاتيه مخصص للبسكوتات والبتيفورات. حطيت معلقتين صغيرين بيكنج باودر، حطيت رشة ملح، معايا نشا او كاسترد اللي موجود عندك حطيه. انا حطيت نشا. حطيت معلقتين كبار بس، وهقلب المكونات الجافة معايا وهضيفها في العجان على المكونات. هقولها تاني معاكم. حطيت 400 جرام سكر بودرة، 600 جرام زبدة، حطيت 6 بيضات وفانيليا، ودلوقتي بحط عليهم كيلو دقيق اللي شلت منه نص كوباية دقيق. تمام. وحطينا معلقتين صغيرين بيكنج باودر ومعلقتين كبار نشا. ادي كل المكونات، مفيش اسهل من كده. الدنيا سهلة خالص يا جماعة، الموضوع مش صعب. ولو اول مرة تعملي، جربي في نص المقدار ده او ربعه. اقسمي المقدار على 2 واقسمي كل المقادير على 2. جبت كيس الحلواني وحطيته كده في شفشة عشان يسهل عليا ان انا احط فيه العجين بتاعي. ومجهزة جنبي الصاج، شغلت الفرن على 170 لو فرنك حامي، لو فرنك هادي خليه على 180. تمام. جبت الصاج بتاعي وادي البلبلة المشط اللي هشتغل بيها. ما تدهنيش الصاج اي حاجة، خليكي كده على طول، اشتغلي على طول. سهل وسريع، العجينة ماشية معايا زي الفل. دخليه شكلي كل السجان وخليها في مكان فيه تهوية، وبعد كده دخلي صاج صاج او صاجين صاجين. ادي شكله بعد التشكيل. يا رب يكون الوصفة سهلة ليكم. هستنى منكم تعليقاتكم. كل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله تجربوه ويطلع احسن من بتاعي كمان. رمضان كريم وعيد سعيد عليكم ان شاء الله. استنوني كل يوم ان شاء الله او كل يومين، هنزل لكم وصفة جديدة من وصفات العيد.